صح يا كنتة؟ لا يا حبيبتي نايمة. يوجتك ايه؟ عيلة دم خفيف قوي. تضحك. هنشر الغسيل ومش هسيب المواعين واروح انام، ولو في اي كوبايات مش هنام غير لما اغسلها. حاجة لا 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 لا، غسيل ايه ومواعين ايه؟ يا ماما ايدك تبوش دلوقتي لو غسلتي مواعين. تبوش؟ وبعدين نشيل، انت مش شايفة الجو عامل ازاي؟ وانا امي ما عنديش قلب ولا ايه؟ لا طبعا. برد، ربنا يستر. استريحي يا حبيبتي، هاجي اقعد معاكي شويه. اتفضلي. اعمل لك تاكلي؟ جعانه؟ لا مش جعانه. اعمل لك مشروب؟ هي وصلت المشروب؟ لا يا ماما الف شكر يا حبيبتي، بلاش. هو في حاجه يا ماما؟ لا يا حبيبتي، هيكون في ايه؟ انا بقول برضه اكيد صح، هيكون في ايه يعني؟ مش طنطك ام عاطف كلمتني النهارده صحيح؟ طب ايه المشكله؟ ما بتكلم حضرتك على طول. صحيح، ما ده العادي. لا لا، ازاي انسى بقى؟ ما كلمتنيش الساعه 6 النهارده، كلمتني 6:30. لا فرقت جامد. بتقول لي قال ايه؟ انا بس ما سمعتش كويس، الشبكه كانت بتقطع. والاخبار بقى؟ قال لي خير اللهم اجعله خير، في كده عريس باين ولا ايه؟ انا ما كنتش سامعه كويس. ايوه قولي كده بقى، ما تقولي كده. بتقولي جاي لي كتة يعني وكده. وبعدين يا ماما فقلت لها ايه يا ربي، انا مش فاكره حاجه، المكالمه عدت عليا كده، انا ما ركزتش طول ما الحكاوي خدتنا دلوقتي، لولا ما افتكرت اقول. بس انا قلت لها لا معاطف، الموضوع ده مقفول خالص. هي كنت مش بتفكر واي حاجه يعني مأجلاها يعني. طب لما حضرتك عارفه رايي يعني سمعتي منها ليه؟ ما هي ما سكتتش، بس انا صديتها في الكلام. كسفتها يعني، صعبت عليا، فكرينا اتصل اتاسف لها. صدتيها. ايوه. راحت قالت لي ايه بقى؟ قالت لي ان هو مهندس وعنده 32 سنه، راجل بتاع ربنا قوي، ومن عيله امه ست دكتوره وابوه طالع على المعاش، وعنده عربيه لونها احمر في فستق. لا كان احمر بس، يا رب الكذب حرام. امال لو ما صدتهاش يا ماما؟ انا بعد ما صدتها وصعبت عليا راحت قعدت تصرخ. قعدت تصرخ وتقول لي اسمعيني يا ام عادل، اسمعيني. قلت لها بصي بقى يا ام عاطف، انا وابو كنت معودينها ما بنضغطش عليها خالص. ايه يعني هموت وافرح بيها يعني واشيل عيالها؟ لا 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 الا الغصب. هالوداع بنتي ولا ايه؟ بعدين بس يا جدعه ماما، برافو عليكي، الحمد لله. انت عارفه رايي طبعا في الموضوع ده، واوعدك ان انا اول ما اغير رايي هاجي على حضرتك اول واحده اقول لك يلا ماما انا معاكي، اي حاجه انا معاكي. فلو تقابليه ومش هنخسر حاجه. يعني كده كده مش هنخسروا حاجه، ولا ايه رايك؟ لا قبله ايه بقى يعني؟ ما خلاص حضرتك عارفه رايي في الموضوع ده يعني، والموضوع ده مقفول دلوقتي. بصراحه عندي حاجات اهم من دي. طب اكمل كلامي. طيب انا قلت لها كده برضه، انا دايما بقول لك انت بقى ايه براحتي، بقى ايه براحتي، واحده كمان براحتي. حس كده بقى هخش انام. انا مش قاعده مرتاحه، الكرسي مش مريح، فكرني اقول لابوكي ينجده. قبل ما تنامي الغسيل في الغساله ده يتنشر عشان ما يكمكمش يا حبيبتي. يبقى ريحته وحش. طب بالنسبه للجو البرد؟ لا برد ايه، ما البرد ما بيأثرش في البارد. والمواعين ما تتسابش. بالنسبه للايد اللي هتبوش، اصحى من النوم كده الاقي المواعين مش مغسوله، مش هيجي لي نفسي اطبخ. لا عايزين نطبخ بكره خميس. حاجه كمان، النيش مش عاجبني، بهت، ما بقاش له منظر، بقى اللي يبص له يحس انه عايز يتنضف. نزلي كله يلا واعمليه دلوقتي. يا حبيبتي دلوقتي وانتي سهرانه، يلا بلا قرف. مش عارفه، حاسه نفسي ناسيه حاجه. ناسيه حاجه، انا مش بتهيألي. اتفضلي. اوعي تصدقي مامتك لو قالت لك براحتك.